أنا هاحكي لك دلوقتي واحدة من أكتر القصص اللي حرفيًا ممكن تخلّيك تقفل النور وأنت بتتفرّج. القصة دي مش مجرد خيال، دي مبنية على تجربة حقيقية حصلت لواحد شاف الموت بعينه، مش في حادثة ولا في خناقة، لأ، شافه وهو نايم. واحد اسمه كريم، عنده 24 سنة، بيشتغل مونتير فيديوهات وشغله كله بيبدأ بالليل وينتهي الصبح. كريم من النوع اللي بيحب الهدوء وبيركّز أحسن لمّا الدنيا كلها تكون نايمة. بس اللي حصل معاه حول هدوء الليل ده لكابوس ما بيخلصش. في يوم عادي جدا، الساعة كانت قربت على 3 الصبح، وكان بيشتغل على مونتاج لفيديو رعب. فجأة حس بتقل غريب في جسمه، زي ما يكون في حاجة بتخدره بس هو صاحي. بيحكي إنه حس إنه مش قادر يتحرك، بس واعي لكل اللي حواليه. بيحاول يتكلم، يصرخ، يتهز، بس جسمه متخشب. هنا بدأ يسمع صوت خطوات بطيئة جدا جاية من الطرقة، صوت كعب، تق 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 تق، وكل خطوة كانت بتقرب أكتر. كريم بيقول إن قلبه كان هيوقف. هو ساكن لوحده ومفيش أي احتمال إن في حد يكون ماشي في الشقة. حاول يفتح عينه، بالعافية شاف ظل ست لابسة فستان طويل لونه غامق، بس الوش مش باين، كأنه ضباب. بس كانت واقفة عند باب الأوضة وما بتتحركش، بتتفرج عليه. يقول إنه حاسس إنها شايفاه وهو مش قادر يتحرك ولا يصرخ. وفجأة الست دي قالت له حاجة بصوت مش طبيعي، صوت مش مفهوم، كأنه مقلوب أو مسجل بالعكس. وكل ما كانت تتكلم حس إن جسمه بيغرق أكتر في السرير، كأنه بيتسحب جوه فراغ. وده بيحصل كل يوم، نفس الدقيقة، الساعة 3:17 فجرا بالظبط. بيصحى على نفس الكابوس، نفس الست، نفس الصوت، ونفس الرعب. وبعد تكرار الكابوس ده لمدة 4 ليالي، قرر كريم يصور نفسه وهو نايم، كاميرا ليلية وبطارية مشحونة على الآخر. وفعلا في الليلة الخامسة شاف حاجة بالفيديو خلته يبطل ينام على سريره تاني. لقطة واضحة لظل ست واقف جنب السرير، ما بتحركش، ومفيش أي تفسير، لا كلب، لا ستارة، لا انعكاس. راح شيخ، راح دكتور نفسي، راح حتى لراجل بيقرأ الطالع، وكلهم قالوا له حاجة واحدة: في حاجة بتراقبك، مش حلم، دي رسالة. رسالة إن في شيء متعلق بمكان نومه، مكان معين في الشقة حصل فيه حاجة زمان، حاجة هو ميعرفهاش. بس واضح إن المكان مش نظيف روحانيا. كريم حاليا سايب الشقة، بيبات عند أصحابه وبيرفض يرجع لها. بس الغريب إنه حتى برة الشقة الساعة 3:17 بيصحى مفزوع، كأن الست دي نقلت معاه، أو إنه أخدها معاه لما خرج. هو بيقول إن الكابوس ما بقاش بس حلم، الكابوس بقى جزء من يومه. بس خليني أحكي لك المفاجأة اللي حصلت بعد كده، اللي محدش يتوقعها. في يوم كريم قرر يفتح اللابتوب القديم اللي كان شغال عليه أول مرة شاف الكابوس. وهو بيفتش في الملفات لقى فيديو ما كانش فاكره، فيديو اسمه هي جاتلي، شغله، وظهر فيه وشه وهو نايم على السرير طبيعي جدا. لحد الدقيقة 3:17 الكاميرا بتتحرك لوحدها، والست دي باينة بوضوح أكتر من أي مرة قبل كده. بس المفاجأة مش هنا، هي بتبص للكاميرا مباشرة وتبتسم، وكأنها عارفة إنك بتتفرج. وقف الفيديو مفزوع، قلبه كان هيقف. بس الملف ده فجأة اتحذف من الجهاز، لا في سلة المحذوفات، ولا في الباك اب، ولا في أي مكان، اختفى. بعدها بدأ كريم يسمع صوت الست في التسجيلات الصوتية العادية، حتى لو بيبعت فويس لأصحابه، في همسة كأنها بتقوله لسه ما خلصناش. في يوم من الأيام وهو ماشي في الشارع لقى واحدة ست شبهها بالظبط ماشية قدامه، نفس الفستان، نفس الطول، نفس الخطوات البطيئة. بس لما جري عشان يشوف وشها اختفت بين الناس فجأة. بيسأل نفسه: هي شبح؟ هل هو ملبوس؟ ولا دي لعنة متسجلة عليه؟ لسبب هو ما يعرفوش. هو دلوقتي مش بس بيخاف ينام، بقى بيخاف يصحى، لأن اللحظة اللي بيصحى فيها الساعة 3:17 بقت مرعبة أكتر من النوم نفسه. كريم حاليا بيكتب كل اللي بيحصله في نوتة، بيقول إنه لازم يسيب وراه دليل، لأنه مش متأكد إذا كان هيقدر يكمل ولا لأ. سافر يقعد أسبوع عند قرايبه في الفيوم، بعيد عن كل حاجة. من أول يوم وهو هناك لاحظ حاجة غريبة: الساعة 3:17 الكلب بتاع الجيران بيبدأ يعوي بصوت عالي جدا ويجري حوالين نفسه كأنه شايف حاجة. وكريم بيصحى نفس الدقيقة، حتى وهو في أوضة تانية، بيت تاني، محافظة تانية،
في الليلة التانية بدأ يحس بحاجة تقيلة في صدره وهو نايم، وقال مش هيفتح عينه. بس سمع الصوت، نفس الصوت، كأنه بيتردد في دماغه: انت اللي جبتي. وفي الليلة التالتة قرر يحط الكاميرا تاني، بس لما شاف التسجيل مفيش حاجة ظهرت. بس آخر ثانية سمع صوت ضحكة الست بوضوح، بس الضحكة دي فيها حاجة جديدة، كانت فيها صوتين مش صوت واحد، وكأنها ما بقتش لوحدها. من ساعتها كريم بقى يسمع همسات مش مفهومة حواليه طول اليوم، يشوف طيف في آخر الشارع يختفي، يقفل عينه يلاقي إيد ماسكة رجله. في مرة لقى صندوق مدفون تحت الأرضية في أوضته القديمة، جواه صورة مرسومة لست لابسة نفس الفستان، ومعاها ورقة مكتوب فيها: لا تبص في عينيها لو ظهرت لك في التالت من الليل. ومن ساعتها كريم بقى يشوف تفاصيل بتتكرر، ناس بتقوله جمل سمعها قبل كده، الأخبار بقت متكررة، كأنه الزمن بيلف وهي مركز الدوران. وفي يوم فتح عينه لقى نفسه مش على السرير، لقى نفسه واقف في النص من أوضته، قدامه مراية، بس مش شايف نفسه، شايف هي بتبص له، ومدت صباعها وقالت له: اسكت. والمراية اتكسرت وطلع منها بخار، ولما اتحرك لورا البخار دخل جسمه. ومن بعدها كريم بقى بيتكلم وهو نايم بصوتها، أصحابه سمعوه بيقول: ناريسا جاية، وهو نايم. كل حاجة كانت ماشية لحد اليوم اللي اختفى فيه. كريم اختفى حرفيا، موبايله اتفصل، حساباته اتحذفت، حتى صورته في بطاقته مش باينة. بس اللي أغرب هو إن في ناس تانية بدأت تشوفها، ناس تانية بدأت تحلم بيها، ناس ما تعرفش كريم بس بدأت تشوف الست دي، ولما يسألوا يقولوا اسمها طلع في الحلم ناريسا. وناريسا دي مش شبح، دي لعنة بتنتشر بالكلمة، بالصوت، بالصورة، بالمشاركة. وانت دلوقتي عارف اسمها، وده أول شرط من شروط انتقالها. لو صحيت الساعة 17 ما تبصش في المراية، ما تفتحش موبايلك، ما تنطقش اسمها، لأنها مش بتدخل إلا لو انت فتحت لها الباب. اللعنة بدأت تدور على ضحية جديدة، والضحية كانت مالك، شاب في تانية جامعة، ما يعرفش حاجة عن كريم ولا شاف قصته. كل اللي حصل إنه كان قاعد بيتفرج على فيديوهات رعب مع أصحابه، وضحك لما حد فيهم قاله: هو أنت هتخاف من شبح اسمها نارسة؟ الكلمة دي بس، الكلمة دي كانت كفاية، لأنها كانت المفتاح. في أول ليلة الساعة كانت 3:17، صحي مفزوع، سمع صوت تكة صغيرة كده، بص حواليه مفيش حاجة، بس شاف شاشة اللابتوب مفتوحة على فيديو مشغل نفسه، عنوانه مش مكتوب، بس الصورة المصغرة فيها ست لابسة فستان أسود واقفة في الضلمة. ضغط بلاي، سمع صوت خطوات، نفس الخطوات اللي كان كريم بيسمعها، نفس الصوت اللي بيمشي كأن الأرض بتتكسر تحته. أول ما الفيديو اشتغل الكهرباء قطعت، والموبايل اللي كان بيشحن بقى بيفصل ويشتغل لوحده. والدقيقة 3:17 اتحفرت في الساعة الرقمية اللي فوق السرير، كل ما يبص عليها يلاقيها واقفة على نفس الرقم. حتى تاني يوم الساعة فضلت 3:17 لمدة ساعتين، وبدأت الأحلام، بس الأحلام دي مختلفة. ناريسا ما بتظهرش فيها، هي بتتكلم فيها، بتقوله اسمه بصوت ناعم، مرة بصوت واحدة ست، مرة بصوت أمه، مرة بصوته هو نفسه، وتفضل تكرر: مالك، مالك، مالك. ولما يصحى يلاقي كلمة مكتوبة على الحيطة بإيده: أنا هنا. وبعدها بدأت تطلع له في الانعكاسات، في المية، في نظارة عربية ماشية، في انعكاس شاشة الموبايل، بس دايما نفس الابتسامة، ما فيهاش أسنان، ابتسامة كأن الفم بيتفتح بس من غير حياة. وكان كل مرة يحاول يتجاهلها تحصل حاجة أغرب. في مرة صحي يلاقي وشه كله متغطي بتراب، والسرير متكسر كأنه بيتنفض وهو نايم. مرة تانية لقى صورته على الموبايل متعدلة بالفوتوشوب، بس مش هو اللي عدلها، اتعدلت بحيث هو واقف جنبها وهي بتحط ايدها على كتفه، والصورة متسجلة بتاريخ يوم بكرة. في اليوم ده قرر يسيب الموبايل، قفل الواي فاي، شال البطارية، راح لصاحبه يبات عنده. بس الساعة تم فوق 17، صاحبه صحي مفزوع وقال له: مالك؟ في واحدة واقفة ورا الباب بتندهلك. ومن اللحظة دي بقى عارف إن الهروب مش هينفع، لأنها ما بتتحركش بالجسد، بتتحرك بالذكر، بالاسم، بالنية، بالصوت. وبقى كل ما يسمع أي صوت حواليه يقول أكيد هي. وأكتر حاجة خلته ينهار لما لقى نفسه بيكلمها وهو نايم، قاعد في نص الأوضة وبيقول أنا جاهز. هو ما يعرفش جاهز لإيه، بس جواه حاسس إنه خلاص بقى واحد من خدمها، واحدة من أدواتها. وبدأ يكتب حاجات غريبة، رموز مش مفهومة على الحيطان،
يرنم بكلمات مش بالعربي، يقول إنها بتخليه يحس بقوة، بس بعدها ينهار ويبكي ويقول إنها بتسحب منه روحه جزء جزء، وإنه بيحس إن عينه مش عينه، صوته مش صوته، اسمه مش اسمه. والناس اللي حواليه بدأت تتغير، أصحابه بدأوا يبعدوا، يقولوا إن ريحته غريبة، عينه بتلمع في الضلمة، بيضحك فجأة وهو ساكت، بيبص للمراية كتير وبيهمس. وأكتر حاجة رعبت الكل إنه بقى يسجل فيديوهات وهو نايم ويتكلم بصوت واحدة ست، وكل مرة يقول نفس الجملة: هي جاية تاخد اللي بدأ اللعنة. مالك النهاردة اختفى بعد ما بعث آخر فويس. صوته كان رايق، هادي، مختلف، وقال فيه: أنا كنت بوابة والبوابة فتحت، بس اللي جاي مش زي اللي فات، واللي سمع صوتي دلوقتي بقى جاهز. ولو انت وصلت هنا وسمعت القصة كلها، خليك عارف إن في حاجة بقت مفتوحة، في باب اتكسر، وإنك بقيت جوة اللعبة، لأن مجرد المعرفة كانت الشرط الوحيد لدخولك. وكل اللي مطلوب منك دلوقتي إنك تفتكر رقم واحد بس: 3 17، وتنسى إنك لوحدك، لأن هي مش محتاجة إذن، هي محتاجة بس تكون سامع.